المال نفسه، ولكن التفكير مختلف، وبالأحرى كيف يتعامل الفقراء مع المال، وهل الأغنياء أذكى من الفقراء؟ واش عمرك سولتي راسك علاش الفقراء أفقر من الأغنياء؟ شنو كيخلي الفقير في حفرة الفقر اللي تبقى فيها مدة طويلة وتلقى صعوبة كبيرة باش يخرج منها؟ فبزاف ديال الناس قبل منا حاولوا يجاوبوا على هذه الأسئلة، داروا دراسات علمية، تجارب واقعية باش يعرفوا الفرق اللي كيخلي الغني يبقى غني والفقير يبقى فقير، وغالبا ما كيورث الفقر ديالو الأبناء ديالو. أما بالنسبة للغني واخا تحيد ليه كاع داكشي اللي عنده غادي يردو في مدة قصيرة، كما داروا في التجربة ديال اندر كوفر بليونير اللي كاينه غير في يوتيوب. داكشي مازال ما تفرجتي فيها تقدر تفرج فيها، خذ داكشي اللي غادي ينفعك، وخاص يكون عندك واحد التفكير نقدي حيت فيها بزاف ديال الحوايج انورمال، ولكن خذ اللي غادي ينفعك ورمي اللي غادي يخرب لك العقل. باش نعرفوا الفرق ما بين the rich people and the poor one خاصنا نعرفوا الرأي ديال كلتا الطبقات. اولا الاغنياء بحال وان بافيت، ايلون ماسك، دونالد ترامب، هادو كاملين غادي يقول لك حاجه وحده، الفرق كاين في المايند سيت، اي اسلوب التفكير والعقليه ديالو. ببساطه الا عطيتي الانسان فقير 1 مليون دولار غادي يدوز وقت قصير وغادي يخسرها كامله، وسيعود الفقير الى فقره من جديد. هذه هي وجهه النظر ديال الناس الاغنياء، ولكن باش نعرفوا واش هذه وجهه النظر خاطئه ولا غلطه خاصنا نديروا لها مقارنه مع وجهه النظر ديال الناس الفقراء والناس في الطبقه المتوسطه، يعني الراي ديالي وديالك. من 20 واحد تقريبا اللي سولتهم، فواحد فيهم اللي وافق يبان معايا في الانترفيو وجاوبني على السؤال، من الاخرين جاو ما جاوبوني على السؤال ولكن ما بغاوش يبانوا في الكاميرا، خصوصا ملي سمعوا الفيديو اللي طلع في يوتيوب. نمشي للدار من المونتاج باش ما تعطلش في المونتاج ديال الفيديو، ونلوح الفيديو في يوتيوب نهار الثلاث ان شاء الله. anyway نكملوا الفيديو. فالاغلبيه منا كيعتبر الفقراء يستاهلوا الفقر ديالهم لانهم اناس كسلاء بسطاء وعاديين، والمجتمع ديالنا ما كيبغيش الناس العاديين اللي عندهم افكار عاديه اللي كتنتج عليها نتائج عاليه. ولكن علاش البعض من الفقراء كيخرجوا من الفقر؟ يعني كيديروا الثروه ديالهم حيت بداو من الزيرو، كيولي عندهم حتى هما نفس الراي، يعني ان الفقراء كسلاء ما تيبغيوش يخدموا من نيتهم ومعكازين. غادي نديروا مثال بسيط ديال شاب فقير وشاب في الطبقه المتوسطه ماشي حتى غني باش نعرفوا الفرق. هذا الشاب اللي في الطبقه المتوسطه قرا بشكل عادي في الصغر ديالو كامل، يعني عنده كاع داكشي اللي خاص، مكتوبه باش يقرا، الملابس الجديده، النقل والامان، وصل للجامعه خلطوا عليه والديه وقرا تخصص واعر وتخرج ولا انسان مهم في المجتمع. يعني هذا الشاب اللي في الطبقه المتوسطه كان عنده الوقت الكافي باش تكون عنده مايند سيت زوينه من الصغر ديالو، ولا من الناس الاغنياء فماشي شي حاجه اللي غريبه. اما بالنسبه للشاب الفقير فمن الصغر ديالو هو كيعاني، ما عندوش كتب جداد باش يمشي للمدرسه، ما عندوش حوايج جداد باش يمشي بهم للمدرسه حيت باه مريض ومكافين غير معدو، بالاضافه ان الاساتذه كيجريو عليه بسبب الكتوبه والدروس اللي ما كاتبش والملابس المهترئه اللي كيجي بها للمدرسه. وهذا الشيء ادى انه يخرج من المدرسه ويمشي يتعلم الحرفه، ولقى المعلم ديالو كيعاملو بحال شي عبد عاوتاني، يعني معاناه من مورا معاناه. واش هذا الطفل غادي تكون عنده الوقت الكافي باش تكون عنده مايند سيت زوين؟ بالفعل ما نكروش بلي المايند سيت واحد الحاجه اللي زوينه، ولكن ملي كيكون عندك ضغوط نفسيه واجتماعيه بحال هذه تيكون الهم ديالك الوحيد هو انك تبقى حي حتى لغدا. وبالنسبه لي هذا السرفايفل مود ولا اسلوب النجاه بحد ذاته مايند سيت. ودابا غادي ندوزو للفقره الاكثر اهميه في هذا الفيديو، اللي خاصك تعطيني عقلك مزيان، هي واش الفقر كيأثر على التفكير ديال الانسان بكل بساطه، واش الغني اذكى من الفقير. داروا بزاف ديال الدراسات بخصوص هذا الموضوع، غادي ناخذ وحده خرجت في 2023 في واحد المجله علميه دوليه سميتها باب مات. المكان اللي دارت فيه هو ليبيريا في غرب افريقيا، والعنوان ديالها هو هل التخفيف من الفقر يحسن الاداء العقلي. شارك فيها حوالي 473 شخص كيعيشوا في فقر شديد، وقسمهم لجوج مجموعات. المجموعه الاولى عطاوها واحد المنحه ماليه كتعادل 200 دولار اللي هي الضعف ولا تريبل ديال الصالير ديالهم، والمجموعه الثانيه ما خدات حتى حاجه. بالنسبه لهاد المنحه غادي تكون مره واحده ماشي ثابته، يعني ماشي كل شهر، واخا ما بلانش عطاو مجموعه ومجموعه ما عطاوش، ولكن في سبيل العلم يعني دايز كلشي. والباحثون اختبروا قدراتهم العقليه مثل التركيز، الذاكره واتخاذ القرار من اسابيع قليله من حصول على العلم، وكذلك من بعد عام كامل من التجربه. والشيء الغريب اللي لاحظوا الباحثون هو ان الاشخاص اللي خداو الفلوس كان عندهم واحد التطور ملحوظ في الاداء العقلي ديالهم. بالنسبه للاداء العقلي في مده قصيره المدى كان عندهم تطور ملحوظ ديال 13% مقارنه بالمستوى اللي كانوا عليه. وبالنسبه للمده طويله المدى حيث من بعد عام من التجربه هذا عاوتاني داروا لهم مقياس ديال الاداء العقلي ديالهم، كان عندهم تطور ملحوظ ديال 8%. فماشي شي حاجه ولكن كاين تطور. هادشي كيعني ان تحسين الوضع المالي للفقراء كيساعدهم على التفكير واتخاذ القرارات، ولكنه ماشي هو الحل الكامل. فالمال لا يغير الذكاء مباشره، لكنه يقلل من القلق والتوتر المتعلقين بالفقر، مما يعني ان الدماغ يتحرر من التفكير المستمر في المشاكل اليوميه، فيصبح الانسان قادر على التفكير والتخطيط مره اخرى بدون تلك القيود. غادي ناخذ تجربه ثانيه اللي معروفه في العالم بزاف، اللي هي تجربه مزارع قصب السكر في الهند. قتل
بعد الحصاد. ببساطه الباحثون اختاروا واحد الفلاحين مزارعين بسطاء كيعيشوا على قصب سكر، ماشي كياكلوا كيبيعوا. فقبل الحصاد كيكون الفلاح مهموم وواصله فيه الهضم وتبعان مشاكل، حتى كيوصل النهار ديال الحصاد عاد كيدخل الفلوس كيولي فرحان والضحكه حتى للطراف. العلماء والباحثون داروا نفس البلان اللي شفنا في التجربه السابقه، هي انهم قاسوا الاداء العقلي ديالهم قبل الحصاد، يعني ملي كتكون حازقه القضيه ما عندهمش الفلوس، وكذلك من بعد الحصاد يعني ملي كيبيعوا المحاصيل ديال قصب السكر ديالهم كيولي عندهم الفلوس. وبالفعل هاد المزارعين بانوا مكلخين ملي ما كانش عندهم الفلوس، يعني منين مازال ما باعوا المحصول الزراعي ديالهم ديال قصب السكر بانوا بحال ما كيعرفوش يفكروا، وبحال ما نعسوش ليله كامله، حيت حتى انت لما نعسيش ليله كامله غادي ينقص الاداء الفكري ديالك. ولكن منين باعوا المحصول الزراعي وكان عندهم الفلوس ولاو كيقدروا انهم يتخذوا قرارات فكريه سريعه، ولاو كيبانوا اذكياء عكس منين ما كانش عندهم الفلوس. وانا نقدر نقول بلي واش عندك فلوس ولا ما عندكش كتاثر مباشره على التفكير ديالك، وانك فقير ما كاينش بلي انك متراجع في الاداء العقلي ولا انك مكلخ، ببساطه انك تفكر في الهموم في المشاكل الماليه في كل نهار كيمنع جزء كبير من القدره العقليه ديالك والاداء العقلي. ومن الاخر فالشخص الفقير كيولي مكلخ نوعا ما، لانه كيولي في وضعيه النجاه فقط وما يمكنش ليه يدير شي حاجه اخرى في نفس الوقت، بحال انه يفكر في المايند سيت، فهو كيفكر غير في الاولويات ماشي الكماليات. دابا راك عرفتي ان الاغنياء والفقراء بجوج بهم يقدروا يكونوا اغبياء ولا اذكياء في نفس الوقت، وكذلك ان الغني يقدر يولي فقير وان الفقير يقدر يولي غني، وماشي ان الغني ذكي على الفقير، فانما الفقير ذكي بطريقته الخاصه، طريقه النجاه من اسوأ الظروف، فما عندوش الوقت الكافي باش يفكر انه يولي غني، والعقل ديالنا كذلك ما يقدرش يدير جوج حاجات في نفس الوقت. وبالنسبه لي الطريقه الوحيده باش نعاونوا الفقير انه يولي غني هي اننا نعطيوه الفرصه يفكر باللي انه قادر يصبح غني. وكذلك الاسلام يامر بهذا الامر عن طريق واحد الحاجه اللي اسمها الزكاه، اللي هي تزكيه لمال الغني وعفه للفقير، وواحد الحاجه اللي كتحافظ على الكرامه ديالو، كيعطيه فرصه على انه يقف على رجليه ويدير تجاره ولا ديك الحاجه اللي غادي تعاونو باش هو اللي غادي يولي يعاون المحتاجين ما يبقاش محتاج. وكون كنا كنديروا داكشي اللي كينص عليه الاسلام بحذافيره ما غاديش نوليو نطيحوا في هذه المشاكل الاجتماعيه بحال الفقر، البطاله، السرقه، كاع هاد المشاكل الاجتماعيه تقدر تتمحى. واخيرا انا عارف وانت راك عارف باللي مساعده الفقراء هي وظيفه ديال الحكومه، وان هي اللي مسؤوله على القضاء على الفقر كما داروا بزاف ديال الدول قبل منه. ومن بعد الفقر ما يوقف على رجليه ديك الساعه تقدر تقول لي على مايند سيت، موتيفيشن، خذ ريسك وما تخافش منه، وكاع ديك المصطلحات ديال التنميه الذاتيه، ديك الساعه يقدر يفهمك. اما دابا فمحال واش يفهمك. ممكن معك نشوف فيديو جديد، خلي لي رايك في التعليقات وما تنساش تشارك القناه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. اديوس. ناويين نصوروا انترفيو مشينا صلينا الدور، صافي كاين جنازه، كاينين بزاف ديال الناس هنايا، المهم كنتي غني ولا فقير فكيبقى المأوى هو واحد، لذلك خاصنا نفكروا في هادشي مزيان.